استكمالا لسلسلة العلم والخرافات، حلقتنا النهاردة بتتكلم عن أكتر خرافات شيوعا في المجتمع، هي إن الكنس بعد المغرب بيضيع الرزق. في بيوت كتير مننا وإحنا صغيرين كنا بنسمع جملة دايما بتتقال: بلاش تنظيف بعد المغرب، الرزق بيضيع. جملة بسيطة لكن وراها إحساس بالخوف، خوف من ضياع البركة، من قلة الرزق، من شيء غامض مش عارفين إيه هو، لكن متأكدين إن هو هيحصل لو خالفنا القاعدة دي. بس هل توقيت الكنس فعلا ممكن يحدد نصيبنا في الرزق؟ وهل الكلام ده ليه أصل ديني أو علمي أو حتى منطقي كده، ولا هي مجرد عادة اتحولت مع الزمن لاعتقاد ومن اعتقاد لخرافة؟ في حلقتنا النهاردة بإذن الله هنتكلم عن خرافة التنظيف والكنس بعد المغرب، وهنفكر سوا بهدوء وبدون حكم مسبق. أول حاجة محتاجين نفهمها إن المجتمعات القديمة كانت بتتكون من مجموعة من الملاحظات دي بتتحول دايما لعادات، والعادات أحيانا بتتحول لمعتقدات. زمان قبل وجود الكهرباء كان الليل ده الدنيا بتبقى هادية جدا، وقت الهدوء والراحة، والإضاءة فيه بتبقى ضعيفة جدا، والبيت بيبقى ما فيهوش نفس. يعني أي نشاط زي التنظيف أو الكنس ممكن يكون فيه خطر. طب إيه الخطر بقى اللي ممكن يكون في التنظيف أو الكنس؟ إنه لو وقع أي حاجة صغيرة مثلا فلوس أو خاتم، محدش هيشوفه بسهولة وسط الضلمة، وممكن يتكنس ويترمي ومحدش ياخد باله. ومن هنا بقى بتبدأ القصة. يوم حد يقول احنا كنسنا او نظفنا بالليل وضاع رزقنا، ومع تكرار الموقف ده بتبتدي تظهر جملة جديدة: ان الكنس والتنظيف بعد المغرب بيطرد الرزق. مش بس كده، دي كمان بتنتشر. لكن هل ده ليه تفسير كافي؟ هل دي قاعدة ولا مجرد ملاحظة حصلت مرة او اتنين؟ لما بنرجع للدين بنلاقي العكس تماما. مفيش اي حديث صحيح بينهى عن الكنس والتنظيف بعد المغرب، ولا في القرآن الكريم اللي بيشير لضرر من نظافة البيت في أي وقت. بل بالعكس، الإسلام بيحث على النظافة في كل وقت. والدليل على كده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والنظافة من الطهارة، سواء كانت بقى في الفجر أو بعد المغرب مش هتفرق، المهم إن هي طهارة، وطهارة يعني نظافة، والنظافة من الإيمان. فاللي بيحرموا الدين واضح. أما العادات فمكانها الفهم والمراجعة، مش التسليم الأعمى. اللي بيحكم الرزق مش المكنسة ولا وقت التنظيف، اللي بيحكمه هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الرزق مش متعلق بحركة يد، لكن ده متعلق بالسعي والنية والتوكل وبالقدر اللي ربنا كاتبه. شئنا أم أبينا الرزق هيوصل لنا زي ما ربنا كاتبه. والغريب بقى ان في ناس ممكن تكسل ان هي تنظف بيتها احتراما للخرافة دي، لكن في نفس الوقت هي نفسها بتبقى مقصرة في شغلها وفي علاقتها بأهلها والتزامها بمسؤولياتها، وهو ده فعلا اللي بيأثر على الرزق والبركة. أحيانا الخرافات بتتسلل من باب الخوف، خوف على الرزق، على العيلة، على الحياة. لكن الخوف مش مبرر أبدا لتصديق شيء ملوش أساس. والأمان الحقيقي مش إننا نمشي على تعليمات من غير ما نفهمها ولا نستوعبها، لكن إننا نعيش بإدراك. بنعمل عادات تمام، بس نفهمها، نفهم كل عادة، ونراجع كل معتقد، ونسأل نفسنا دايما: هل ده من الدين؟ هل ده من العقل؟ ولا مجرد عادة؟ الكنس بعد المغرب مجرد تنظيف، لكن ان احنا نصدق الخرافة فده تعتبر غشاوة على العقل. خلي دايما عندك شجاعة السؤال، مش عشان تعاند لكن عشان تفهم. ومين عارف، يمكن وقتها نقدر نتخلص من معتقدات كتير ملهاش اي اساس من الصحة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة قريب بإذن الله. سلام.